عندي 25 عام. واش امتى تزوجتي؟ تزوجت تقريبا في 2025 في شهر 8. داكوغ. هاد السيد كنتي كتعرفيه شحال د الوقت قبل؟ شوفي، نقدر نعاود لك بالضربه غير شويه على الصغر باش تقدري تفهمي علاش تزوجت. صافي. عندما كنتي صغيره طرالك مشاكل مع داركم وكنتي باغا فين تسكني وكنتي باغا الحب ولا شي حاجه وشي حاجه؟ لا، كنت فاش كانت عندي تقريبا 14 عام كانت تختصني بابا. كتسمعيني؟ كنسمعك. ايوا. واخا. وشكون في راسو هادشي؟ ما فرات حتى واحد، حيت ماما وبابا متوقعين فاش كانت عندي عام، وكانت مره مع ماما ومره مع بابا. ماما فاش جا الكونسير صافي موراها مشيت عشت واحد الفتره مع بابا. وهذيك الفتره باك وهاد الايام ومني فطنتي بالوقت مشيتي ديكلاريتي به؟ ديك الساعات كنت صغيره ما قدرتش نديكلاري حتى لا ديك دابا الساعة منين انت ماما كبيره ما ديكلاريتي به تيقاتنيش. ودرتي ليه الشوغه؟ لا، علاش ما درتيش ليه الشوغه في العائله؟ حيت فاش كانت صغيره قلت لماما، ماما ما تيقاتنيش وصافي كانت شادت واخا. عليا دابا تقدري تقطعي وديري فيديو صيفطيه للعائله كامله ان باك اغتصبك ملي كنتي صغيره. تقدري ديرها؟ ولكن الاغتصاب ماشي ديفيرجيت زعما، غير كانت تعدى عليه ولكن ما ديفيرجيتش. لا ما عندها علاقه بالديفيرجيتي ما ديفيرجيتيش. باك خاصك بطريقه غير لائقه خاصك ديري ليه الشوهه وديكلاري به، لانه خطر على الاطفال الصغار العائله كاملين. خاطر حيت اصلا راه مجوج وعنده ولد، ولكن راه وقيلا المهم ودابا الا جيتي تسولي الولد غتلقاي حتى باك داز ليه. ودابا انت هازه هاد السر قدا شنو هو؟ بقى فيك الحال غتزوجتي بزامل. بقى في الحال حيت كنت زعما بغيت نصلح الحياه ونتزوج. وانت صلحتي اول حاجه كان خاصك تصلحيها بعدا؟ صلحتي الحال دوك الوليدات كاملين د العائله اللي غيشدوا باك غادي يدوز عليهم صبعو ولا تبو؟ ما درتش هاد الحواس. ايوا سيري ديري هاد الحركه. عاد طلعي تغبني عليا في الموضوع الزواج ديالك. سيري شوهيه بعدا، سيري حمي دوك الاطفال د العائله الاخرين، وسيري ديكلاري به باش يتعرف بعدا امو عند الولد اللي كسبوكا كيشد الدراري الصغار. وديك الساعات شوفي نوضي تبغى تشكي عليا. ما عندكش الحق تشكي في شي حاجه وانتي ما مشوهاش بالسيد اللي شدك وانتي طفله، حيت اكيد شد ولدو الاخر اللي مع المراه الثانيه. سيري ديري هادشي وديك الساعه طلعي هضري قولي لي اش بغا تعاودي لي انت كادولت. ما عندها ما تكمل في هادشي، ما عندها ما تكمل، ما غاخلاش تكمل. بقى فيها الحال تزوجت بواحد لقاتو كاي. علاش؟ با شدني ملي كنت صغيره. لا هو ما تقبنيش، لا با ضيف ما تقبنيش، غير كان كيخشي كيتلمس عليا. ماشي شي حاجه كراف. قرن وزمار وانا كنهضر على هذا الموضوع. مازال ما بغيتوش تفهموا. مسؤوليه عندكم كبيره انكم تحميو الاطفال ديال العائله. اي وحده فيكم تفكرت ان باها خوها اختها خالتها كتشد الدراري الصغار خاصكم تفرشوهم كفيكتيم، كضحايا حقيقيين في الاسره. خاصكم تقولوها باش الاسره الكبيره يبداو يردوا البال مع الدراري الصغار مع وليداتهم. حيت جينيرالمون هاد المغتصبين اللي كيكونوا في العائله كيكونوا ظريفين وكيحماقوا على الدراري الصغار، كيجيبوهم لي سوسات كيجيبوهم لي كادو ويخرجوهم ويدوروهم ويتهلاو فيهم، وهادي حتى كيشدو كيبقاو يتملسوا لهم على قزيزباتهم ولا على تيتوناتهم. داكوغ. دونك عندكم مسؤوليه كبيره. ما تعودوا تخيلوا انكم ملي ما كدويوش فو كونداني وليدات اخرين د العائله انهم يتعدى عليهم باك. ماشي حق انت تو لو سي. الفرشه